السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل السينامون رولز او السينابون، ولو انت اول مره تعمليه يبقى هنا بقى اسهل من كده مش هتلاقيه. شايفين قد ايه تحفه جدا وما شاء الله عليه طري جدا جدا. بصوا كده حاجه كده قمر. بنجيب القطعه غاليه جدا من بره بنص كيلو بس هتعملي ما شاء الله لكل افراد الاسره وزياده. تعالوا بقى للتكايه الاولى اللي هتخلي العجينه بتاعتك حلوه جدا جدا طريه وتحفه جدا، وممكن تعتمديها كمان في عجائن تانية كتير. تمام. عباره عن 3 معالق من الدقيق وربع كوبايه من الميه بس كده، او يعني بالظبط تلت كوبايه ميه، يعني اكتر من الربع، حاجه بسيطه خالص. تمام. ودوبيهم مع بعض كده وعلى النار كده، ابتدي ايه لميهم زي كانك بتعملي بشاميل كده. زي ما انت شايفه هيبقى بالشكل ده. عايزه اقولك ان العجينه دي في الصعيد اسمها العصيده، بيعملوها في المخبوزات في العيش، بتبقى بتخلي العيش تحفه. تمام. وكمان هو تكنيك اسيوي اصلا بيعتمدوها في المخبوزات بتاعتهم. تمام. هاتوا بقى نص كيلو من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من الخميره، عليهم معلقه صغيره خالص كده من البيكنج باودر، عليهم نص كوبايه من السكر. تمام. في الوصفه الاصليه المفروض ان احنا بنحط اللبن رايب، بس انا هحط علبه زبادي عشان مش متاح عندي، فبديل هنا الرايب اللبن الرايب حطي علبه زبادي، وبرضه هتاخدي نفس النتيجه ما شاء الله عليها. تمام. هاتي بقى في العجان بتاعك ابتدي بقى ايه اعجنيهم، او حتى بايديك عادي. تمام. بس طبعا عشان العجان موجود فانا ايه هعجن في العجان. طيب معايا كمان 2 بيضه كاملين كده معاهم، طبعا هنحط انزلوا معاهم الفانيليا. تمام. وابتدي بقى ايه خلي العجان في البدايه على سرعه منخفضه، وبعدين ابتدي علي براحتك. تمام. عشان بس ما يبهدلش الدنيا دقيق. انزلي بقى بكوبايه من الميه، انا هنا يعني نص كيلو كوبايه واحده من الميه. تمام. فطبعا بتنزلي بالراحه، يعني تنزلي اول كوبايه كده وتستني. تمام. طيب وانت بتضربي كده حوالي 3 معالق من الزبده مليانين. تمام. وتحت صندوق الوصف كده هحط لكم المقادير بالجرامات، اللي عايزها بالجرامات هيلاقيها. وبعدين نزلت بالعصيده بتاعتي اللي عملتها في البدايه، وكنت مغطياها بورق بلاستيك او ستريتش راب عشان ما تعملش قشره. وبعدين بدات اعجن كده بالراحه خالص، ما نزلتش باي ميه تاني خالص، في زبده طبعا وفي ميه، فخدي وفي عصيده كمان، فخدي بالك وانتي بتعجني يا دوبك بس عشان تطلع في ايديكي معلقه دقيق واحده مثلا لو سايحه معاكي. وبمجرد ما تعرفي تمسكيها بايديكي كويس كده بتطلع معاكي خلاص كده، ما تحطيش اي دقيق تاني عشان ما تقلبش على حاجه تاني. تمام. شايفه كده عامله ازاي؟ تمام. انت اغسلي ايديكي وامسحيها كويس جدا، وامسكي كده ايه العجينه، تبصي تلاقيها بتلزق معاكي، يبقى ده ايه اللي احنا عايزينه. تمام كده. تبتدي بقى غطيها ساعه كده تخمريها، وبالشكل دوت هتلاقيها ما شاء الله عليها. ابتدي بقى لميها وبعدين تروليها، وبعدين على الرخامه بتاعتك افرديها، بس طبعا تحتها كده شويه حلوين كده من الدقيق. تمام. عشان هتبقى يعني بتلزق لحد ما، يعني بتلزق قوي، يعني مش بتلزق بتلزق شويه، فهتعاملي معاها بالراحه خالص. هاتي كده علي كده من الجوانب كده، ابتدي شديها كده عشان تعمليه مستطيل زي ما انت شايفه كده. تمام. ولو حطيتي اي دقيق من فوق على طول شيليه عشان بس ما تقلبش على حاجه تانية زي ما قلت لك. تمام. انما الدقيق اللي تحت ده ما تخافيش منه. تمام. هتبتدي برضو تلميه وانتي بترولي او بتلفي يعني. تمام. افرديها بقى بالشكل دوت على قد ما تقدري تعمليها شكل كده ايه مستطيل. تمام. مستطيل كده طوليه شويه بحيث تعرفي ايه العجينه ما تبقاش سميكه قوي. تمام. وما تبقاش تخينه قوي برضو. هتشوفي شايفه السمك بتاعها، هوريهولك دلوقتي تقريبا. طيب انا جبت بقى خليط ده من عباره عن ايه اللي انا هحشي بيه السينابون. عباره عن نص كوبايه كده من السكر، معلقتين كبار مليانين من الكاكاو. تمام. معلقه كبيره مليانه من القرفه. تمام كده. طبعا الاصل برضو انك تحطي سكر بني، انا مش عندي سكر بني فانا هحط سكر عادي. تمام. هاتي بقى معلقه من الزبده وابتدي كده ايه افرديها على العجينه بالشكل دوت. تمام. بايديكي بقى او بفرشه زي ما انت حابه. تمام. وبعد كده ايه عشان تبتدي ايه نحط الحشوه بتاعتنا. هاتي كده مصفى او حاجه، مصفى سلك، وابتدي ايه نزلي الحشوه بتاعتك كده. تمام. وانا على فكره حطيت كمان في الخليط معلقه نشا. ليه؟ عشان ده كله يتماسك مع بعضه. تمام. هتخليها متماسكه افضل واحسن يعني. تمام. وبعد كده ابتدي رولي كده على قد ما تقدري، خليها رفيعه جدا جدا عشان تطلع لك ايه الرول شكله حلو. تمام. يعني انا يمكن كنت بعمل كمان جامد كده، وشيلي اي دقيق من تحت شيليه ونفضي كده وانتي بترولي. نفضي الدقيق خالص، وابتدي بقى قسمي كده ايه الاسطوانه بتاعتك دي. تمام.
زي ما انت شايفه كده الحجم اللي انت عايزاه. اول الحته دي دايما تطلع مش مظبوطه كده والاخيره تمام. انا حبيت بقى اتشطر، فعملت ايه القطاعه البلاستيك بتاعتي دي بتاعت التورتات دي، بس بصراحه ما عجبتنيش، رجعت لطريقتي تاني من الاول وجديد، او الطريقه المعتاده بالخيط. على فكره بتطلع تحفه جدا بالخيط، والرسمه بتبقى مظبوطه قوي بيها. تمام. ابتدي كده بقى ايه، يعني ظبطي كده المقاسات اللي انت عايزاها، اي بقى مقاسات انت عايزاها، بس اهم حاجه ايه، ما تخنيش قوي ولا ترفعي قوي. تمام. دي اهم ايه حاجات، اهم تكات تاخدي بالك منها. كمان تكايه مهمه هنا، تدهني كمان برضو الصواني زبده. تمام. من الجناب ودهنها كويس جدا. ولما تحطي في الصينيه كمان ما تخليهمش جنب بعض قوي هنا بعد ما خمرت على فكره. تمام. هتخمر هنا كمان ساعه تاني. تمام. او حسب درجه الحراره عندك. هتبصي تلاقيها قلبظت كده ما شاء الله عليها. يلا بقى بينا نعمل صوص السينابون اللي بيخليها برضو في حته تانيه بصراحه. تمام. كوبايه من السكر البودر المطحون. تمام. نزلت عليهم ب6 قطع كده من الجبنه النستون، اي جبنه بقى انت عايزاها تكون كريميه. تمام. او جبنه كيري. وبعدين نزلي عليها بمعلقه كبيره من الزبده، وخلي جنبك كده واحد بس صغير كده من اللبن، هتحتاجيه او مش هتحتاجيه. ضربته كويس في الخلاط وشلته في التلاجة لحد ما يطلع السينابون من الفرن. السينابون خد قد ايه، خد تلت ساعه بالظبط في الفرن، وكان بالشكل اللي انت شايفاه دوت. يمكن كمان لو عايزه تطلعيه قبل كده يعني قبل كده شويه فاتح عن كده ممكن، انا بحب بس اديله لون. تمام. زي ما انت شايفه كده. تمام. واول ما طلع من الفرن على طول نزلت بصوص السينابون عليه، ما شاء الله عليه تحفه جدا، طريه جدا جدا فوق ما تتخيلي، خطيره جدا، وان شاء الله تعجبك وهتعتمدي الطريقه دي. لو وصلت لحد هنا اتمنى تعملي لايك وشير، ما تنسينيش بس في الكومنت اللطيف منك وتقولي لي رايك في السينابون ايه. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.